كلنا بنتلخبط في الكزبرة والبقدونس، واللي شبههم اكتر الكرفس. فتعالوا مع بعض كده نشوف الفرق ما بين الكزبرة والبقدونس. وده طبعا الشبت، طبعا التلاتة دول معروفين مع بعض. وده الكرفس الطويل ده. وتعالوا كده ايه الكرفس البلدي طبعا. تعالوا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله. ونشوف اول حاجة الكزبرة. كزبره وده البقدونس. الكزبره بتبقى ورقتها ناعمه حبايبي كده، وتحس ان فيها ماده دهنيه. وتحس ان ورقتها مشرشره قوي من تحت، ماشي يا بنات؟ خلي بالكم. اهي بصوا ناعمه ازاي. اما الكرفس بقى، اما البقدونس انا قطعت لكم ورقه اهي. وممكن كمان تدوقي الورقه دي تحس ان هي مسكره، دي الكزبره. تمام كده. اما بقى البقدونس اللي محشور في كل حاجه ده، هتلاقي عيدانه طويله والفروع بتاعته مشرشره. هحطها لك دلوقتي على الرخامه علشان تشوفوها اكتر. تمام كده اهي، بصوا معايا. بصي دي عريضه ازاي، دي الكزبره. اما البقدونس بصي فروعه طويله شويه ومفرع كده، والعيدان بتاعته بتبقى طويله اطول من الكزبره. والكزبره بتحس ان هي فيها ايه، ماده دهنيه بتلمع قوي. تمام كده حبايبي. اهو دي الكزبره اهي، بصوا تحس ان هي تحس ان هي فيها زيت، فيها سمنه. اما بقى بصي بقى عيدان البقدونس طويله ازاي، وبصي عيدان الكزبره قصيره. ماشي يا حبايبي. اهو انا كل ما اروح السوق اتلخبط ما بين الاتنين، فخلاص عرفت الفرق.